صباح الخير عليكم. النهاردة هنعمل اللانش بوكس بتاع الأطفال. لكل أم بتبقى صاحية مستعجلة أو صاحية متأخرة على شغلها. الأطفال هيتأخروا على المدارس. هنعمل بطريقة سهلة وبسيطة وسريعة إن شاء الله وتعجبكم. معانا واحدة من الكايزر، هنحط واحدة لانشو، مفيش أسهل من كده. هنحطها. هنعمل سندوتش جبنة رومي. سندوتشات سهلة وبسيطة وسريعة ومش تاخد وقت. نعمل واحد كمان. دوت لو هنعمل لطفلين. في عندنا اللانش بوكس اتنين، واحد للبنت وواحد للولد. معانا شرايح من الخيار، معانا القوطة الصغيرة خالص، معانا علب عصير، معانا برطمان نوتيلا. الحاجات اللي هي الأطفال بتحبها وفي نفس الوقت مفيدة ليهم. العصاير والخضروات والشوكولاتات، الشوكولاتة النوتيلا الأطفال بيحبها طبعا. لو حابين ان احنا نعمل للطفل بيحب مثلا في الاطفال بتفضل الكايزر، في اطفال بتفضل الفينو. هنقص اللانشون ونحطه في الفينو. هنقسم رغيف الفينو، هو طبعا الحجم طبعا صغير جدا. هنقسمه ونحطه كده في اللانش بوكس. واحد لانشون وواحد جبنة رومي. هنحط عدد حسب الاحتياج الطفل او حسب ما الطفل بيفضل. الطماطم الشيري الصغيرة ديت الأطفال بتحبها، تبقى مسكرة وفي نفس الوقت بيبقى حجمها صغير عليهم. ده بالنسبة لللانش بوكس الأولانية. التانية احنا حطينا واحدة كايزر لانشون، والتانية هنحط فيها جبنة رومي. هنحط واحدة عصير، واحدة كيك أو بسكوت اللي موجود، واحدتين طماطم على خيار، شرايح خيار. خضروات مفيدة للأطفال، العصاير بتديهم طاقة طبعا. يستحسن طبعا عصاير طبيعية، بس يعني هي دي اللي كانت موجودة عندي فحبيت ان انا احطها. دلوقتي معانا النوتيلا، نعمل سندوتشات النوتيلا. طبعا هي النوتيلا يستحسن ان هي تقعد برا التلاجة عشان تبقى سهلة الفرد في رغيف الفينو. هنحط لكل طفل حسب طبعا كل ام بتبقى عارفة طفلها بياكل قد ايه من كمية العيش الفينو، سواء الكايزر، التوست، اي نوع من انواع العيش اللي الطفل بيفضلها. يستحسن ان النوتيلا تكون برا طبعا التلاجة. انا للاسف طبعا ما طلعتهاش بدري شوية. بتساعد في الفرد في ان انتي ما تبقاش جامدة شوية، متماسكة. كده خلصنا السندوتشات. هنبدأ نحط بقى في اللانش بوكس التانية زي ما عملنا في الاولانية، العصير والبسكوتة والكيكة. نبدأ نقفل على كده. طبعا ما تنسوش تفعلوا زر الجرس وتدوسوا اشتراك عشان يوصلكوا كل الافكار الجديدة بتاعت تكات ماما مها. ويا رب اكون بسطت عليكم طريقة تحضير اللانش بوكس للاطفال بطريقة سهلة وبسيطة وبحاجات مش مكلفة طبعا.
يا رب اكون مطولتش عليكم وعملتلكوا حاجة سريعة، وصباح الفل على كل ام وكل طفل، والسلام عليكم ورحمة الله.